نفسك في كارت يسهل لك معاملاتك في مصر؟ النهارده هكلمك على واحد من اشهر الكروت المحليه المصريه، وهو كارت ميزه، واتسمى ميزه عشان مميزاته الكتيره. يلا بينا نعرف كل التفاصيل لكن بعد الانترو. انا في الفيديو ده هكلمك على كارت ميزه مسبق الدفع، لكن هو فيه منه نوعين، سواء كارت ميزه كبطاقه خصم مباشر او كارت ميزه كبطاقه مدفوعه مقدما او مسبقه الدفع. والفرق بينهم، عندك حساب في البنك الاهلي المصري وطلعت بطاقه خصم مباشر كارت ميزه، يعني بتخصم مباشره من الحساب، تحطها في الاي تي ام تخصم لك من رصيدك اللي في الحساب البنكي، كده تبقى بطاقه خصم مباشر. اما لو بطاقه مدفوعه مقدما، ودي اللي هتكلم عنها دلوقتي، اللي بتطلعها بصوره بطاقه ورقم موبايل. لو جينا اتكلمنا على مصاريف استخراج الكارت ده، 15 جنيه المفروض الرسم، كان لحد 31/12/2022 كان مجانا، وصلاحيه الكارت ده 5 سنين، ومصاريف تجديد الكارت ده 10 جنيه، يعني تقريبا حاجه بسيطه جدا، بتروح لاي فرع من فروع البنك الاهلي المصري، وكمان بتروح لموظف الاستقبال، مش بتدخل خدمه عملاء او تيلر. وبعد كده بتقول للموظف ده انا عايز اطلع كارت ميزه، ودايما هتلاقيه، يعني لو جاي تطلع الفيزا او الماستر كارد ممكن ما تلاقيهمش، لكن كارت ميزه بالذات دايما هتلاقيه. هيقول لك انا محتاج البطاقه بتاعتك، هيصورها عنده، وبعد كده هياخد منك رقم الموبايل بتاعك. وحتى لو عندك حساب في البنك الاهلي المصري ممكن تطلعها مسبقه الدفع، انت حر. وبعد كده هيديك الكارت وهيقول لك استنى رساله التفعيل على موبايلك اللي انت لسه حاطط رقم، بتنتظر من يوم ل3 ايام وبتوصل لك رساله التفعيل. زي ما انتم شايفين تم تسجيل بيانات بطاقه الدفع الخاصه بكم، يمكنكم شحن البطاقه واستخدامها في كافه المعاملات الماليه، وبكده تقدر تروح الاي تي ام بتاعتك. بس لازم من البنك الاهلي اول مره تغير الاربع ارقام السريه، يعني اول ما بتحط الكارت في الاي تي ام بتحط اي ارقام، يعني مثلا 4 اصفار، وبعد كده بتنشئ 4 ارقام سريه خاصه بيك وبتاكدهم، بالتالي كده تقدر تستعمل الكارت ده على الاي تي ام، وبالرساله اللي لسه واصله لك من شويه تقدر تستعمله اونلاين. بالنسبه بقى لمميزات الكارت ده، اولا ان استخراج الكارت ده بيكون في نفس وقت الزياره، مش هتستنى بقى يقول لك استنى 14 يوم عشان نكتب اسمك على الكارت، كده كده اسمك مش على الكارت. تقدر تسحب من اي مكنه في مصر بمصاريف السحب، لو من البنك الاهلي المصري مجانا، او لو من اي مكنه تانية بتتراوح من 5 ل 7 جنيه على حسب البنك. بالنسبه للايداع لازم على ماكينه البنك الاهلي المصري بس. طبعا الميزه ان في اي حته لو انت بتسمعني اكيد في جنبك ماكينه للبنك الاهلي المصري، وغالبا هتلاقي فيها سحب وايداع. طبعا اي مكنه فيها سحب، لكن الايداع لازم المكنه يبقى فيها درجين، درج على الشمال ودرج على اليمين. الدرج اللي على الشمال ده اللي بيستخدم للايداع، والدرج اللي على اليمين ده اللي بيطلع لك منه الفلوس. طبعا لو انت اكبر من 16 سنه، ما دام معاك بطاقه ما فيهاش كسر او ما فيهاش خدش، هتقدر تستلم الكارت ده. وخد بالك لو انت بتسمعني دلوقتي اصدار بطاقه الرقم القومي بقى من 15 سنه، اي حد معاه بطاقه يقدر يصدر الكارت ده، يعني حتى لو معاك 15 سنه معاك بطاقه، الموظف مش هيغلس معاك، وتقدر تستلمه من فروع البنك الاهلي المصري. مده صلاحيه الكارت ده 5 سنين، ليها رمز او تي بي، يعني اي معامله بتعملها على المواقع توصل لك رساله على الموبايل، وبعد كده بتدخلها على الموقع بالارقام السريه اللي وصلت لك دي، كحمايه ليك عشان يتاكد ان انت اللي ماسك الكارت، انت اللي معاك الموبايل. وتقدر تستلم حوالات دوليه من معظم الدول العربيه. الكارت ده اسمه بطاقه الحوالات. يعني ايه؟ يعني لو حد في دوله عربيه، السعوديه، الكويت، الامارات، اي دوله عربيه، يقدر يبعت لك فلوس على الكارت ده، مش شرط يكون عندك حساب بنكي، عن طريق تديله ال 16 رقم بتاع الكارت ده، وبيحط قبلهم 3 اصفار بحيث ان يكون 19 رقم، يعني يحط ال3 اصفار الاول، بعد كده 16 رقم بتوع الكارت من الشمال لليمين، وبيعمل تحويل البنكي عنده اللي هو كارد ترانسفير، او تحويل على بطاقه الكترونيه، توصلك الفلوس دي من يومين ل5 ايام. طبعا بتستخدم زي ما قلت لكم في اغلب المدفوعات الحكوميه والفواتير المختلفه. معظم اصحاب المعاشات بيحتاجوا الكارت ده عشان يستلموا عليه، سواء بقى للبنك الاهلي او لاي بنك تاني. وبرضه هتقدر تربط الكارت ده بانستا باي، ولو مش عارف الطريقه هتلاقيني سايبها لك في وصف الفيديو، تعرف رصيدك، يعني كمان بطاقه مسبقه الدفع، وتقدر تعرف رصيدك وتحول بقى على البنوك تاني عن طريق التطبيق ده. طبعا من اشهر عيوب للكارت ده ان هو محلي، يعني ايه؟ طالما الموقع ده بره الحدود المصريه او موقع اجنبي مش هتقدر تتعامل عليه ويتم رفض المعامله. ما تقدرش تربطه بالباي بال او تستلم فلوس من المواقع الاجنبيه. زي ما قلت لك الكارت ده محلي
بس. اتمنى بكده ان انا اكون وضحت لكم كل مميزات الكارت ده. هتلاقوني سايب لكم المقاله الشرح على كل حاجه في وصف الفيديو. شكرا جدا يا جماعه لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.